يسعدنا ان يكون ضيف حلقتنا النهارده الشاعر الغنائي والكاتب سمير ابو الحمد. اهلا بيك معانا يا فندم في برنامجنا. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني بيستوقفني جدا كلمه الشعر، وكلمه بتنم عن احساس عالي جدا، والشاعر انه يعني بيشعر بكل ما حوله وكل مظاهر الجمال اللي حواليه وكل يعني شكل جميل او كلمه حلوه ممكن انها يعني تستفزه ان هو يطلع احلى واجمل ما عنده. اتجاه حضرتك للشعر، احنا طبعا حضرتك شاعر وكاتب وصحفي ومؤلف في العديد من الاعمال التلفزيونيه والاذاعيه، نقول 7 صنايع. الحمد لله البخت مش ضايع اكيد، يعني حضرتك بتقولي 7 صنايع وهو المثل المعروف 7 صنايع والبخت ضايع، فالحمد لله هو مش ضايع يعني. الحمد لله. لان اكيد الانسان اللي بيجتهد ربنا طبعا بيجعل له مساحه جميله في القلوب يعني. فتخيلي عندما يكون الشاعر يعني ايه انسان، اعتقد ان الشاعر انسان مختلف عن اي انسان عادي، لانه الشاعر حضرتك يمكن قلتي مسبقا شعور، فالشاعر هو الاقدر على التاثير، وهو الاقدر على التعبير، وهو الاقدر على كل التحولات التي يمكن ان يحدثها من خلال قصيده شعريه يعني. بالاضافه لحاجه ثانيه، ان الشعر لا يعلم، نحن نرضع الشعر مع حليب البدايه، وانا لم اتعلم الشعر ولكن ولدت شاعرا. يمكن انا فعلا زي ما بقول لحضرتك رضعته مع حليب البدايه، فطلعت محدش علمني ان اكون شاعر. ممكن الانسان يتعلم من لعب الكره، يتعلم الغناء، يتعلم الخط، يتعلم اشياء كثيره جدا، ولكن لا يتعلم الشعر. عين الشاعر او عين الفنان بتبصر ما لا يراه غيره. اكيد طبعا. ما انا يمكن حتى في القران ربنا استفى الشعراء في الذكر، يعني انهم الاقدر على التاثير في الوجدان، والاقدر على التاثير في الناس، يعني الشعر ممكن ان يكون ثوره. فربنا لم يذكر سوى الشعراء في القرآن يعني، لأن الشاعر هو القادر على أن يقود، يعني هو الشاعر قائد، يعني قائد بكلماته، بس الكلمات الجادة، الكلمات التي تصنع ثورة، الكلمات التي تؤثر في الوجدان يعني. حضرتك يعني طبعا من اعمالك حضرتك بحس انك بتميل شويه للشعر الرومانسي، يمكن اغلب كتاباتك بتداعب المشاعر الجميله، المشاعر الرومانسيه اللي اكيد ما زالت بداخل كل واحد فينا. نقول اتجاهك لهذا اللون من الشعر اللي هو يعني بحس ان هو ما بتروحش عليه ابدا، يعني ما فيش موضه فيه، ده الشعر الرومانسي ما زال برضه بداخل كل واحد فينا الاحساس الجميل ده. اكيد انا هقول لحضرتك حاجه، الانسان بطبعه خير يعني. فتخيلي الشاعر، يعني الشعر احنا اتفقنا الشعر شعور. انا صدقيني لو قلت لحضرتك ان حلمي الوحيد ان يحكم الحب العالم. انا احلم بيوتوبيا التي لم يستطع افلاطون ان يحققها سوى من خلال الورق. انا احلم بيوتوبيا في الواقع، ويمكن يعني فعلا بحاول من خلال دولتي الصغيرة وهي أسرتي الصغيرة، أمي وأخوتي وأصدقائي، أن أصنع يوتوبيا من خلال التعامل. فأنا دائما أميل إلى شاطئ الأحلام وشاطئ الرومانسية، بعيدا نحن نعيش في عصر مادي، عصر تغيرت فيه كل القيم والمبادئ وسحقت تماما يعني. فأحوجنا إلى قصيدة رومانسية تلطف صخب الأيام يعني. وما أحوجنا الآن إن احنا نسمع من حضرتك كده برضه من كلماتك شعر رومانسي جميل. وأنا طبعا بشكر حضرتك على هذا الإطراء الجميل يعني، لكن أنا أحاول أن أكون يعني. مقدمة: يعشقني أطفال العالم وأنا لا أعشق غير الطفل النائم في عينيك. هواك الآن يدخلني، يشكلني، يعيد صياغة الأشعار والأفكار، يبدلني ويمنحني زمان رائع الإشراق، يخضر في دنا عمري سنين الحب والأشواق، يتوبني أمير في دنا العشاق، يبدد كل آلامي، فضميني لعينيك. أنا أحتاجها وطنا أبعثر فيه أيامي، أنا أحتاجها طفلا أجدد فيه أحلامي، أنا أحتاجها شمسا نور طريق أقدامي، أنا أحتاجها قمرا لإلهامي، أنا أحتاج عينيك بكل الصدق يا أنت، تعيد لقلبي العنوان، تدمر يأس أيامي، تحررني من الأحزان، تعيد زماني الملآن بالمساد بالبسمات،
وسط حدائق الأشعار تأخذني من الآغار، تزرعني بدون الناس أزهارا وأشجارا، تحفرني على الطرقات، وعند الشمس تأخذني، تعلمني بأن الحب مزروع بهذه الأرض منذ النشأة الأولى ومنكوش على السماوات. أنا أحتاج عينيك بكل الصدق يا أنت لتأويني، أنا أحتاج عينيك فضل. أستاذ سمير أبو الحمد، برنامجنا طبعا عن الأمثال. طبعا الأمثال الشعبية اللي هي موروث جميل، يمكن كتير من الشعراء بيستعينوا بهذه الأمثال ممكن في كتاباتهم وصياغتهم الشعرية، فإيه حضرتك في الأمثال؟ احنا بطبعنا مصر فيها 70 مليون حكيم او 70 مليون قوال، يعني في اي موقف تلاقي الافيه على طول خرج مثل او عباره. احنا شعب مرتجل بطبعه، فتلاقينا حتى في وخاصه في الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه هي الاماكن اللي يمكن بيتوج المثل فيها ملك على عرش ذا المكان، يعني لان طبعا انت عارفه الناس البسطاء الطيبين قوي دول، فتلاقي لما واحد يجي يكلمك كده فيقول لك على راي المثل كانه بيستدل او بيبرر كلامه ان في مثل اكيد. وبعدين انا تصديت على فكره لكتابه الامثال في الاذاعه، وعملت مواقف وامثال، برنامج يومي درامي كنت بتناول مثل بس بصوره دراميه في كل حلقه يعني. عظيم. يعني حضرتك كده نستنتج انك بتؤمن الامثال الشعبيه، اكيد طبعا في امثال ايجابيه واكيد في امثال برضه سلبيه بنبقى عايزين نتلافاها شويه، لكن معانا النهارده مجموعه من الامثال نعرضها على حضرتك كده ونشوف رايك فيها ايه. موافق؟ اكيد طبعا، اتفضل. اول مثل معانا بيقول الكتكوت الفصيح من البيضه بيصيح. طبعا المثل ده يعني طبق على حضرتك، وده احنا قلناه مع الشاعر بالتحديد. يعني حضرتك ابتديت من امتى؟ من وانا عندي 9 سنين، بس لم اكن اعلم ماذا اكتب او ما اكتبه. انا اكتب يعني خربشات على الورق يعني، لكن لم اتبين هل هذه قصيده، هل هذه فكره. انا كل اللي انا بحسه اني بصب ما في داخلي على بياض الورق وبس. تفتكر اول حاجه كتبتها يا استاذ سمير؟ لا والله، انا اذكر ان انا كنت بسمع الاغاني زمان، كنت بسجلها على ورق او في كشكول، وبعدين بعد فتره كده عملت فلاش باك على ما اكتبه، فقلت طب انا ليه ما اكتبش؟ يعني هتبدي مذاق الاغاني لما كتبتها وفرغتها على ورق. 8 سنين بالتحديد يعني. فقلت لا، ده انا جوايا احساس كبير قوي ان انا اكتب، فبدات فعلا اكتب انا، ولم اقعد استعين باغنيات بسمعها، لا، ولكن انا بدات اغني كلماتي وليست اشعاري، لاني لم اكن اعلم ماذا اكتب بالتحديد. لكن معرفه ما اكتبه شعرا او نثرا او خاطره جاء في مرحله النضوج، طبعا من خلال اساتذتي يعني، من خلال اساتذتي الذين علموني. بعدين انا قارئ جيد يعني، انا قارئ مهني. يعني نقول ان حتى لو كانت الموهبه موجوده لازم تكون في بعض العوامل المساعده اللي بتهيئ للشاعر مناخ ومجال اوسع، منها طبعا القرايه والوقوف على شعراء اخرين برضه. اكيد. ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، الشاعر لا يستطيع ان يقول انا مستطيع بموهبتي فقط، لانه يبقى شاعر اجوف. انا احتاج ان اترك ابواب جديده، مدارس اخرى، اتعلم من الاخرين، الشعر الجاهلي، الشعر العربي الحديث. فبدات اقرا لكي اعرف انا في اي محطه. الشاعر بطبعه حالم، الشاعر بطبعه طموح، فانا لم اتوقف عند مرحله معينه، والا ما كنتش قاعد مع حضرتك دلوقتي يعني. لكن مين اكثر الشعراء يعني حضرتك تحس ان هو قريب منك قوي وكتاباته تحس انها قريبه لقلب حضرتك؟ والله انا اعتقد ان سيد شعراء العربيه في العصر الحديث نزار قباني هو الاقرب الى قلوب كل من يكتبون العربيه، لسبب واحد، ان نزار لو حضرتك لقيتي ورقه في الشارع فيها قصيده مش عليها اسم نزار هتقولي دي قصيده نزار، لانه استطاع ان يصل الى بياع البطاطا اللي في شارع، لدرجه ان هو قال في يوم من الايام انا التقط الشعر من افواه الناس ثم اعيده اليهم خبزا يوميا. فكيف يصل الخبز اليومي اذا لم يكن بسيطا؟ فنزار هو شاعر الناس. الشاعر الاخر والذي يرتدي عباءة نزار ولكن باسلوب او بسيط ايضا السهل الممتنع هو الشاعر فاروق جويدة في مرحلة ما، ولكن ليس في هذه الفترة يعني في مرحلة ما في حياتي كنت يعني استمتع بقراءة اشعار فاروق جويدة، ولكن اعتقد ان هناك مدارس اكثر عمقا يعني، فبدأت اتعرف عليها يعني. هل
حضرتك اول لما اتجهت للمجال الفني ومجال الشعر ومجال احتراف الكلمه تخوفت بعض الشيء في البدايه، يعني هل اقدمت عليه كده يعني كنت واثق من النتيجه او كان المساله مساله برضو في نوعا ما تردد شويه؟ والله انا اشكر استاذي يوما ما وانا في المرحله الاعداديه في سنه اولى قدمت له قصيده او عمل كتبته. انا طبعا قلت لحضرتك ما كنتش لسه يعني متبين يعني، فانا بشكره انه بص لي كده وقال لي ان الشعر ما بياكلش عيش، ومزق هذه القصيده والقاها، وكان معايا صديق اتخذ مجال اخر ولاني اردد يعني، فهو اعطاني يعني ايه كانه بنى لي يعني قمه اجلس عليها اسمها تحدي. فانا قلت انا بحب العمل ده، لا يستطيع انسان في العالم ان يصنع جدارا بيني وبين موهبتي التي اعشقها والتي ولدت بها. فده اعطاني يعني فعلا خلاني بتحدى نفسي واذكر منذ زمن بعيد يعني عندما نشرت لي خاطره في الجريدة شعرت أني قد بأت يعني خلاص يعني، مع أني كان يدوب اسمي كلمتين كده، بس الناس قاعدة ذهبت إلى أبي تخبره أن ابنك يعني نشرت له مقالة وهي لم تكن مقالة، ده هي يعني ممكن حضرتك إحساس عظيم يعني تفتشي في صفحات الجريدة كي تبحثي عن اسم سمير أبو الحمد، ولكن أنا تحديت قلت إن هذه هي البداية، هي نقطة التحول في حياتي يعني. التحدي انك انت بتقول لي الشعر ما بياكلش عيش، فانا بامانه ما خفتش، بس انا بمرور الايام بدات فعلا اخشى على شيء، لان الشعر او العمل الابداعي او الكتابه تسرق العمر، لان الشاعر او الكاتب يظل منشغلا بكل ما هو جديد من افكار. يعني اعتقد انه ما فيش شاعر في العالم بيبقى ال 24 ساعه ذهنه مش لا يعني حتى ولم يكتب يعني انا مش شرط ان انا اقعد اكتب، انا ممكن انشغل بفكره فتره طويله جدا، ولكن مرحله الولاده تصبح مرحله عسيره ولا هناك يعني مولود جديد يعني. اللي بيقول اللي ينزل البحر يستحمل الموج، امواج الشعر وامواج هذا الطريق على قد ما هو طريق جميل، لكن اعتقد برضو ان في صعوبات في هذا الطريق. هو انا هقول لحضرتك عكس ما يتصور الناس ان الشعر رومانسي والشعر هادئ، لا الشعر داخلي يصنع انسان اخر يعني ربما تجديني صاخبا عندما اكتب يعني لا يستطيع احد ان يترك بابي وانا اكتب. انا لا اكتب في حجرتي بس، انا ممكن اكتب في الشارع على رصيف في مقهى في نادي على شط بحر في اي مكان عندما يدعوني الشعر اكتب. فممكن طقوس معينه يعني خاصه بالشعر لا يستطيع شاعر، اصل نحن لا ندعو الشعر، الشعر هو الذي يدعونا، هو الذي يترك الباب نفتح له. ممكن يبقى يحس ان هو ضيافته ممكن تبقى سريعه فيمشي دون ان نكمل القصيده يعني. عشان كده اطلق عليه شيطان الشعر. طبعا هو وبعدين شيطان الشعر يتلاعب بنا كيفما شاء، يعني ياخذنا الى اماكن بعيده، حتى يمكن يصعد بنا الى سدره المنتهى في سماوات العشق ونعود ونحن لم نبرح المكان يعني، يطوف بنا ارجاء الدنيا يعني، يجعلنا نطير بلا اجنحه ونمشي بلا قدمين ونحلم دون غفوه، يعني ممكن احلم وانا قاعد ما نمتش يعني. فالشعر له عوالم كثيره ومدارك كثيره، ويجعل الانسان احيانا تنشن يعني، ولكن عصبيه الشاعر تختلف عن عصبيه اي انسان اخر يعني، لان عصبيه الشعر عصبيه مهذبه مقننه، لا يتفاوت بلفظ ربما يخرجه احد اخر في لحظه ما او في ظرف ما يعني. الشعر بيهذب الانسان. طبعا احنا لا يمكن يكون معانا شاعر رومانسي جميل زي حضرتك النهارده وما ننتهزش الفرصه ونقول لحضرتك نسمع منك حاجه كمان. انا هقول ولدت من جديد وفتشي عيوني وفتشي فؤادي وفتشي فمي، يقول كل شيء أحب يا ملاكي وأنك دمي. يا سيدتي لو كان الأمر بيدي إذا لصنعت سنة لك وحدك. بيقولوا في الأمثال ابن الوز عوام، إيه رأي حضرتك في هذا المثل؟ أنا طبعا أشد المؤمنين بيه بس لا ينطبق عليا، لأن أبي ليس شاعرا يعني،
أنا والدي بعيدا تمام البعد عن عالم الشعر والشعراء والكتابة والقراية وهذه الأشياء يعني، لأن أبي تجد. فتسأليني أنا طلعت إزاي، دي أنا قلت لحضرتك يعني لم أتعلمها ولكن رضعتها مع حليب البواء فولدت شاعرا يعني. يعني نقول النواحي الفنية أو الموهبة الفنية دي لا تورث، لكن هل ممكن يبقى في مساعدات؟ مين واقف جنبك في أول الطريق؟ هقول لحضرتك على حاجة، هي يعني حكاية أو مثل ابن الوزع عوام ده بينطبق لحالة واحدة بس، عندما يكون هناك شاعر كبير أو فنان كبير أو رسام أو ولديه أو لاعب كرة عموما يعني، ولديه موهوب صغير. في هذه اللحظة عندما يكبر هذا الموهوب الصغير يتلون بموهبة أبيه، تثمر هذا التواجد المستمر وهذه الخبرة وهذا الالتحام اليومي، تثمر وعوام كبير يعني. ممكن نقول أمثال يعني بهاء جهيد ابن الشاعر الكبير صلاح جاهين، أمين حداد ابن فؤاد حداد، حازم إمام ابن حمادة إمام، يعني موهوب في الكرة، فنان كرة. ليه؟ هو اتولد موهوب، لم يتعلم الكرة من حمادة إمام. بهاء جهين لم يتعلم الشعر منه، ولكن تعلم شيء آخر يعني، تعلم أن يترك باب الشعر من اتجاه أعتقد أنه متميز فيه يعني. فممكن أقول هنا أن ابن الوزع عوام، ولكن ما أقدرش أقول أن كل شاعر ابنه شاعر، أو كل فنان ابن فنان، أو كل لاعب كرة ابن لاعب كرة. بدليل بقول لحضرتك أنا أبي لا علاقة له بالشعر، وأنا ربنا كرمني ولدت شاعرا، يمكن شاعر بسيط بس شاعر. سمير أبو الحمد، يمكن احنا بنتكلم النهارده عن الامثال الشعبيه، لكل انسان فينا بيكون ليه مثل او حكمه معينه بيؤمن بيها، يحاول ان هو يطبقها في حياته العامه او حياته الخاصه. حكمه او مثل حضرتك بتؤمن بيه؟ والله انا متيم قوي بمثل بيقول لسانك حصانك ان صنت صانك وان هنت هانك. يعني اكيد انت لا تستطيعي ان تحكمي على اي انسان في العالم الا اذا تحدث، الا اذا نطق. انا ارسم لا استطيع ان ارسم بورتريه الانسان وهو صامت. فاللسان يا اما ينطق كفرا يا اما ينطق يعني كلاما مهذبا يعني. فانا بقول ان انا لما اسب احد فانا اكيد ثبت نفسي لانه يرد عليا. فهو المثل اللي بيقول لسانك حصانك ان صنت صانك وان هنا. فانا مؤمن جدا بالمثل ده يعني. استاذ سمير ابو الحمد الشاعر والكاتب، طبعا احنا في نهايه حلقتنا مع حضرتك سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وبنهدي لك الفقره الفنيه اللي هنشوفها مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. نحب نشوف او نسمع ايه؟ خلينا ايه؟ ذوق حضرتك الجميل يعني. انا اسيبها لذوق حضرتك الجميل. طب يا رب ذوقنا يعجب حضرتك. اكيد طبعا. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا في نهاية حلقتنا نتوجه بالشكر لضيفنا النهارده أستاذ سمير أبو الحمد الشاعر والكاتب الصحفي. شكرا حضرتك يا فندم على لقائنا مع حضرتك النهارده، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات بإذن الله. بشكر حضرتك على اللقاء الجميل جدا. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، في انتظاركم إن شاء الله الحلقة الجاية.